السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي متابعينا عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله معانا روتين جميل، وهنبتدي يومنا بالقهوة اللي فارت مني في الكنكة الفخار اللي انتوا شايفينها دي. بصراحة اللي ما يلحقش نفسه تفور على طول. زروطت الدنيا طبعا، والحمد لله لميت نفسي وظبطت الدنيا. دي قهوة بلبن عشان تظبط يومنا كده ونبتدي يوم جميل، والواحد يكون فايق كده ورايق. فهنبتدي يومنا بفنجان القهوة العظمة ده. دخلت بقى على المطبخ طبعا بعد ما شربت القهوة وفطرت، بدأت بقى ان انا عندي شوية حاجات كده كنت شارياها، فمحتاجة ان انا افضيها في ازايز وفي علب. يعني مثلا الزيت انا بحب افضيه بصراحة في ازايز الزيت دي. بتريحني جدا ان انا غير انها شكلها حلو، كمان غير ازازة الزيت الجميلة اللي احنا بنشتريها. فازازة دي بتاخد لتر. بفضي فيها دايما. اروح كده من كل ما تخلص اغسلها وارجع افضي فيها. يعني بين كل مرة ومرة لازم تتغسل عشان الزيت والدهون ما تتراكمش عليها، عشان تبقى نظيفة على طول. فانا كده بفضي معاكم الزيت. عندي نوعين من الزيت، زيت للقلية وزيت للطبخ. زيت القلية دايما بيبقى زيت التموين، بستعمل زيت التموين دايما للقلية. بشتري بقى زيت عباد شمس او زيت ذرة على حسب الامكانيات وحسب المتاح. هفضي معاكم بقى في الازازة التانية الزيت بتاع التموين ده للقلية، زي ما قلنا بطاطس بقى، بانيه، اي حاجة هتحمريها بستعملها للزيت ده، لانه بيبقى روحه طويلة شوية في انك انتي بتقلي فيه، وبيستمر معاكي شوية حلوين. طبعا هفضي الازازتين دول. انا مش عندي ازازتين بس، لا انا عندي اكتر من ازازة الصراحة، عشان بدي لنفسي فرصة كده ان انا مثلا في الشهر مرتين ولا حاجة افضيه، يعني مش كل يوم افضي في الازازة او كل يومين. زي ما احنا شايفين كده فضيت ازايز الزيت بتاعتي، وبشيلها بقى على جنب للاستعمال اليومي. عندي بقى شوية مكرونات كنت جبتهم كده، هفضيهم معاكم وهنشوف بنحفظهم ازاي. بحفظهم في العلب اللي زي دي اهي. دي علبة الاسباجيتي، مكرونة سباجيتي اللي انتي جايباها دي، بتاخد كيس بالظبط، كيس اللي هو 400 جرام. دي مكرونة الساعة، كان نازل عليها عرض حلو قوي، وانا كنت جايباها في المشتريات اللي فاتت. بتاخد كيس بالظبط، فانا بعرف معيار العلبة اللي انا هستعملها، عشان وقت الاستعمال نفسه يبقى ايه، عارفة انا حطيت ايه. الحاجات دي بتسهل عليك انك انت تسحبي وتفضي على طول حاجتك، وتبقي عارفة العلبة بتاعتك معيارها قد ايه، وانت عارفة انت كمان بتستخدمي ايه في الطبخة بتاعتك. كده معانا المكرونة القلم، دي علبة من علب ايكيا. هي العلبة دي بتاخد كيس بالظبط. كده هنشيل مع بعض العلبة دي على جنب، ونشوف هنحط ايه الكيس اللي بعده. هنقفلها. دلوقتي انا بجيب الرز البسمتي ده، رز زمزم حلو بصراحة، لما جربته كان حلو جدا. وفي رز عند العطار برضو، على حسب انتي عايزة انواع ايه. بس الرز الذهبي انا بحبه اكتر من الرز البسمتي الابيض. فهجيب علبة، العلبة دي بتاعة تبروير، بصراحة بتحفظ برضو البقوليات والحاجات دي كويس جدا، فانا عاملاها للرز. الرز البسمتي ده كان كيس كامل فضيته، وكان عندي شوية تانيين اهم. ده رز داريا، كانوا شوية صغيرين كده، حبيت احطهم معاهم. كده بتسهل عليا برضو ان انا اسحب منها الكمية بتاعتي، بس برضو بالمعيار. يعني الرز طبعا بالمعيار، كوباية عندي كده بستعمل بيها، ببقى عارفة برضو استعمالي هيكون قد ايه. ودي الفتحة بتاعتها اهي، تتفتح من الجنب ده كده، برضو بتسهل عليكي الاستخدام. ودي علبة تانية برضو التبروير، هحط فيها الشعرية. برضو زي ما قلت انا بستعمل العلب دي. بكون برضو بين كل ما افضي مثلا الاكياس في العلبة، بكون مسحاها ومنضفاها. ده بيسهل عليك انها ايه، ما تتوسخش معاكي بسهولة. العلبة دي بتاخد كيسين شعرية، دي عاملاها للشعرية اهي. فضينا واحد وده التاني.
طبعًا الشعرية كلنا برضه بنستعملها بمقدار، وكل حد برضه عارف المقدار اللي بيستعمله قد إيه. العلبة دي جميلة، ليها فتحة كبيرة وفتحة صغيرة أهي. دي برضه زي ما قلنا Tupperware، كنت جايباهم بصراحة أيام الرخص، لكن دلوقتي حاجة Tupperware نار، نار، نار. بصراحة حاجة Tupperware غالية جدًا. كده بقى معايا المكرونة، المكرونة دي اللي هي اسمها خواتم تقريبًا، أكبر من المرمرية بشوية. العلبة دي هتاخد كيس وشوية كمان أو كيس ونص تقريبًا. برضه هنحط فيها المكرونة بتاعتي، تقريبًا هتاخد الكيسين، لأ هتاخد الكيسين يا ربي. أهو بس الكيس ده طلّع عيني شوية، شُفتوا فرطِت إزاي؟ طلّع عيني بصراحة الكيس ده زي ما يكون كان عليه عفريت. أجيبه كده ييجي لي كده هو كده. شُفتوا حتى تحسوني شمّرت كمامي كده من كتر العذاب اللي أنا شُفته وأنا بافضّي الكيس ده. كده خلّصت كل الخزين بتاعي ورصيته بقى في الضرفة. لايك يا جماعة، لايك عشان الفيديو يترفع، وكمّلوا معايا الفيديو، أهم حاجة اطلعوا دوسوا لايك وانزلوا كمّلوا معايا الفيديو. كده دخلنا بقى على الغدا. النهارده عملت كوسة وبطاطس زي ما إحنا شايفين كده، وباحط معاها فلفل. الفلفل ده يعني بيدّيها سِنّة حرقان وفي نفس الوقت بيدّيها طعم حلو. شوحت البصلاية بتاعتي وبعدين أنا منضفة بقى الكوسة والبطاطس زي ما احنا شايفين، وغسلاهم كلهم مع بعض، وبعدين حطيتهم شوحتهم مع البصل اللي متشوح في السمن. ده فلفل اسود، البهارات بتاعتي فلفل اسود، وممكن تحطي توم طازة او توم بودر. انا استسهلت المرة دي وحطيت توم بودر الصراحة اهو. يعني توم البودر بيبقى اقل في القوة شوية عن التوم الطازة. يعني تفرمي فصين توم كده كفايه قوي وتحطيهم معاها، بيديها ريحه حلوه قوي وطعم جميل. انا حاطه البطاطس، هتقولي حاطه البطاطس ليه؟ لان الولاد عندي مش بيحبوا الكوسه الصراحه، فبروح جايبه بطاطسيايه كده ومقطعاها. اللي عايز ياكل كوسه ياكل، واللي عاوز ياكل بطاطس ياكل. وكده الطبخه بتاعتي زي الفل. بجيب جزر كمان، ممكن تقطعيه حتت صغيره او تبشريه زي ما انا بشراه كده، يعني الاتنين متاح. وبعدين بقلبه كده واشوحه. كده كوسه، هي كوسه ني في ني، بتبقى سهلة جدًا في الطبخ، وسهلة كمان في الهضم الصراحة. بقى لي سنين ما باعملش مسبكات خالص، خالص، لأنها بصراحة بتتعب المعدة جدًا، لكن أي خضار ني في ني أو سوتيه خفيف على المعدة وسهل الهضم جدًا. وكده هنشوح كل الخضار ده مع بعضه، ياخد كده من ريحة البصل والسمن والتوابل بتاعته. الوصفة دي أنا معتمداها على طول باعملها الصراحة. بعدين جبت طماطمية قطعتها كده حتت صغيرة، برضو بتدي شكل حلو في الأكلة وطعم، برضو حتت الطماطم كده بيبقى لها طعم خاص. وبعدين فرمت 3 طماطميات كده ورحت ايه حطهم، ده بعد ما طبعا شوحت الخضار بتاعي زي ما احنا شايفين، حطيتهم كده طازة ني في ني زي ما احنا قلنا. وهسيب الكلام ده كله يستوي على النار. وقبل ما يستوي يدخل في السوا بكون حاطه الملح. وعلى الناحية التانية بسوي لحمة عشان احطها مع الكوسة دي، بتديها طعم حلو قوي. وده مكعب مرقة دجاج، خضار، مرقة خضار. بحب مرقة الخضار اكتر، تحسيها كده كلها توابل وطعم جميل. وبسيب الكلام ده كله يتشوح على النار كده بعد ما دخل في مرحلة السوا شوية اهو. بسم الله ما شاء الله، ريحته جميلة جميلة جميلة. انا بحب الاكلة دي عن نفسي جدا، مع رز ولحمة وطبعا فراخ، لان الولاد عندي بيحبوا الفراخ. فبعمل اللي هو عايزه، اللي بيحبه. اي نعم حاجة بتتعبني وبترهقني، بس هعمل ايه بقى، يلا الحمد لله. هحط بقى الملح بتاعي،
وكده هنسيبه يستوي على النار، وهنشوف هنرجع له بعد شوية. وعملت جنبه رز بشعرية اهو. طبعا كلنا عارفين الرز الشعرية بيتعمل ازاي، بس ده روتين، فحبيت اجيب لكم مقتطفات كده من اليوم بتاعي. ممكن تحطي عليه ميه مغليه من الكاتل او شوربه، طبعا لو عندك شوربه، الشوربه طبعا افضل. فانا زودته ميه من الكاتل، وطبعا ما ننساش الملح، وهنسيبه بقى يتشرب، وبعدين نهدي عليه النار. سهل جدا، اسهل حاجه في الدنيا الرز بشعريه ده، واخف طعم الصراحه. بعد ما خلصت بقى الخضار ودخل في مرحله السوا، رحت قلباه في الطاجن وقلت يكمل فيه. بصراحه بيديله طعم تاني خالص طاجن الفخار ده. ما دخلش في مرحله السوا قوي، نص سوا. وكنت مسويه اللحمه على الناحيه التانية اهو، وهنسيبه يستوي في طاجن الفخار. مش قادره اقول لكم بيغير الطعم خالص. كنت يوميها عامله لهم فراخ اسمها ايه، قولوا معايا. اللون ده يا جماعه من الفوتو، يعني اللي هو الالوان هي اللي عامله اللون الفظيع اللي احنا شايفينه مع بعض ده في المقلايه. كده عملت الفراخ اهي بانيه او كريسبي، وده الطاجن بتاعي، ودي حله الرز طاجن، والفراخ، ودي اللحمه اللي بالشوربه. بعد ما خلصت بقى كده واتغدينا الحمد لله، رحت ايه حاطه المواعين في الغساله زي ما احنا شايفين كده. بعدين قعدت بقى وقعدت كده ظبطت دماغي بكوبايه شاي محترمه جميله. لايك يا جماعه، لايك كتير كتير كتير، تشجيع. دلوقتي بقى لقيت نفسي كنت جايبه الخرز ده، بقاله يومين 3 عندي، فمحتاجه اعمله. قلت ايه افيدكم بالفكره اللي انا هعملها دلوقتي. بنتي وانا بشتري لها، انتوا عارفين ان انا عندي عروسه، فوانا بشتري لها طقم السفره، اللي هو المفرش والفوط بتاعه السفره او المفارش الصغيره والحاجات دي اللي هي هتستعملها، يعني سواء هتفرشها في النيش او هتحطها على السفره. بس انا عشان جايباهم 12 فالنيش مش هيحتاج كل العدد ده كله. المهم وانا بشتريه كان في الغوايش اللي هي بتاعه مفرش السفرة الصغير، كانت مزودة في سعر الطقم من طقم فيه غوايش وطقم ما فيهوش غوايش، سبحان الله يعني. فرحت بقى ايه، قلت لها خلاص هجيب لك الخرز واعمل لك غوايش. ده هي حاجه بسيطه جدا ومش محتاجه يعني ايه ندفع مبلغ زي ده. انا مش فاكره فرق بصراحه الفلوس، بس الموضوع مش صعب يعني. فجبت بقى الحبل الخرز ده. طبعا كلنا عارفين الحاجات دي بتتباع عند بتاع الخردوات، فرخيص جدا. الحبل ده بكام؟ كان رخيص، كان ب 12 جنيه اهو زي ما احنا شايفين. هي الغويشة نفسها بتاخد من 10 ل 12 خرزة، فالحبل ده عمل لي ما شاء الله من 7 ل 8 غوايش. تمام. يعني لو هتستعملي منهم 6 هيبقى عندك 2 كده احتياطي، واحدة اتقطعت ولا حاجة. وده فاصل بيتحط عشان لما تربطي، لما تعملي الربطة بتاعة الغويشة نفسها ما تبانش، بتتحط تحت الفاصل اللي انا حطيته اللي هي الخرزة الفضي الأخيرة دي. دول 2 انا عملتهم قبل الفيديو. وده الحبل اللي هو بتاع الخرز نفسه. ودي غوايش بقى انا ايه بقى بالمره بقى، يعني لقيت نفسي كده فاضيه، فقلت اعملها، وبنتي كان عاجبها الحاجات دي فجبتها لها. قلت ايه اعملها لها كمان افرحها بيهم. يعني ساعات الواحد كده بيلاقي نفسه قاعد فاضي، يعني حاجات كده بتنعش الحياة كده. انا بحب الحاجات دي الصراحة، وبعملها كتير مش اول مرة الصراحة. بس حبيت افيدكم بفكرة غوايش المفرش دي، هي شكلها حلو وفي نفس الوقت بتغلي لك سعر المفرش. طب ليه؟ طب ما انا احطها. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.